السودانية والمخابرات الأمريكية. مرقت قناة الشرق بتصريح حصري إنه مدير المخابرات السوداني هيزور الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة أمريكية. بعد يومين اتأكد الموضوع تماما. بعد 3 أيام مفضل سافر نيويورك، مشى أمريكا مفضل. حصل شنو في الاجتماع نحن ما عارفين، لكن اللي اتسرب لنا من الاجتماع إنه الاجتماع ده ما ناقش وقف الحرب في السودان. ركز، المرق لنا قدر المرق من الاجتماع، الصحفيين الصحفيات القراب من الدوائر بتاعت البيت الأبيض قالوا إنه الاجتماع ده ما ناقش وقف الحرب في السودان، ما ناقش وقف الحرب. طيب ناقش شنو الاجتماع ده؟ قالوا من ضمن الحاجات أن ناقش الاجتماع مكافحة الإرهاب وعلاقة السودان بإيران. مكافحة الإرهاب وعلاقة السودان بإيران. معنى الكلام ده شنو؟ أنا بديك الزيت، نحن ما عندنا تفاصيل، هنا تحليل. الفات ده معلومات مؤكدة، الكلام الجاي ده تحليلي أنا. التحليل بما إنه دي النقاط اللي اتناقشوا فيها مكافحة الإرهاب، يبقى ناقشوهم في موضوع الإسلاميين داخل الجيش، ناقشوهم في موضوع الإسلاميين داخل الجيش. طالما اتناقشوا معاهم في الملف بتاع إيران، تبقى الإدارة الأمريكية طالبت البرهان بأنه يقطع علاقاته مع إيران، بأنه ما يتعامل عسكريا مع إيران، بأنه ما يجيب سلاح من إيران، بأنه تاني ما يجيب طائرات مسيرة بتاعت مهاجر، ما يجيبها. البرهان مفضل بيكون رده قال شنو؟ حسب علمنا نحن بالناس ديل وطريقة تفكيرهم، بطريقة تفكيرهم بنمطهم ده الطبيعي بيكونوا قالوا لأمريكا قدام نحن من يدكم اليمين ليدكم الشمال، لكن نحن بنخوض في حرب. لو ما جبنا سلاح من إيران نجيب سلاح من وين؟ ما أنا لازم يكون عندي سلاح. أمريكا خليك منطقية يا خالتي، طالما أنت بتقول لي اقطع علاقتك بإيران، نحن ذاتنا ما حريصين على إيران، إيران دي لبش، لكن نحن مضطرين نتعامل مع إيران. ليه مضطرين يا سودان؟ عشان نحن بنخوض في معركة وجودية، نحن محتاجين لسلاح. نعمل شنو؟ ارفعوا يدكم من إيران، وبالمقابل نحن بنبارك لكم الدعم اللي هيجيكم من الإقليم تحديدا تركيا. جيبوا سلاح من هناك ما عندنا مشكلة، ديل أصلا حبايبنا، والزول القاعد هناك ده اصلا زول ترامب، انتوا عارفين وانا عارف، فخلاص جيبوا من ديلان، ما عندنا مشكلة مع الموضوع ده، ما هنسألكم، بل هنبارك الخطوة دي